دي يا جماعة ألوان الخطوط اللي هتبقى موجودة في المونوريل. كل خط بيبقى بلون معين. دي الخريطة بالكامل. المرحلة اللي هتشتغل هتبقى من استاد القاهرة لغاية العاصمة الإدارية، لغاية مسجد مصر اللي هو في العاصمة الإدارية. دي أول مرحلة اللي هي شرق القاهرة. بنصور لكم من مونوريل النرجس في شارع التسعين الجنوبي. دي مكانات التيكت، هي لسه ما اشتغلتش، يعني هم قافلينها مؤقتا لغاية ما تشتغل. ده برضو مكتب التذاكر. دي البوابات اللي على الرصيف عشان لما المونوريل يوصل بتتفتح ويبقى فيه حواجز للسيفتي، محدش يقدر يعدي الناحية التانية. طبعا القطاع التاني اللي هناك ده اتجاه العاصمة الإدارية، هنا الاتجاه اللي رايح على استاد القاهرة. زي ما انتم شايفين التشغيل يعني مبدئيا ان شاء الله هيكون 30/4، يعني على حسب ما فهمت من المهندسين. دي المحطة عموما. بعد كده اللي بينزل تحت للخروج والناحية التانية للصعود. دي اتجاهات من محطة النرجس. بعد كده هيبقى المستشفى الجوي 190 المشير طنطاوي جهان السادات لغاية الاستاد. دي المحطة عامة. بصراحة حاجة هايلة إن شاء الله، يعني تكون إضافة والناس تستفيد استفادة كاملة مع التشغيل إن شاء الله.